السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. فاحنا كل ده التنظيف دوت بعد العيد، يعني احنا قلنا ايه ننضف، كان في غسيل بقى وكده والفرش والحاجات دي، فاحنا شلناها. وقلنا ايه الجو كان كمان كله تراب، فقلنا ننضف. كان في حاجات بواقي بقى بتاعت الحاجة اللي فاضلة بتاعت رمضان، اللي هي الفرش ده والحاجة اللي على الأرش ده. فقلنا نشيل السجاد اللي هو كان مفروش وحطينا غيره يعني. والانتريه كان طبعا كل الفرش ده مغسول، الهدوم دي مغسولة، غسلناها بعد العيد عشان كان جو وحش ونطرة وكده، فمعرفناش نغسل، لسه غاسلينه ولميناه. فقلنا ننضف بقى الصالة وننضف كده، نشوف الدنيا فيها ايه. كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ فقلت ام مليكة كانت يعني بتساعدني وكده، بس يعني عشان بتشتغل وكده. فراحت قالت، رحت انا قلت بيه انا هعمل انا مكانها بقى الفيديوهات وانضف وكده وانزل روتينات، بس على الله يا رب تعجبكم وبركة ربنا يعني، وبمشيئة الله يا حبيبي. فانا قلت بقى ايه، اخلص كل الحاجه ديت، انضف الصاله واحده واحده، يعني اعمل الصاله يوم، الاوض يوم. فقلت بقى كده كده ايه، ما فيش حد قاعد، انا اللي هظبط، العيال مش موجودين وكده. بقى زي ما انتوا شايفين كده، بنمسح وبننضف ونشيل الفرش ونحط غيره. يلا كل سنه وانتوا طيبين، وانتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب الفيديو بس يعجبكم كده، ولايكات وشير، يعني الله يبارك لكم يعني. بنساعد بعضينا، يعني انا بعمل حاجه وهي تيجي يعني من الشغل بتاعها تعمل اكل، ساعات انا اعمل، ساعات هي تنظف معاها مليكه يعني وكده. ما بتبقى طول النهار يعني، بصدق انها تبقى نايمه الصبح، فانا بفضل بقى اروق، اعمل مثلا الحاجه اللي اقدر اعملها. غسلت مثلا، هي جت بالليل غسلت، عملنا اكل سوا. اهو بنساعد بعضينا انا وهي يعني، الصراحه الله يبارك لها يعني. الحمد لله على كل شيء. فهي عيني النهارده كده، قلت انا امسك انضف الشقه كده خفيف خفيف. مسحت وركبت الستاير، غيرنا الستاير اللي هي كانت موجوده، وحطيت ستاير تقيله شويه، قلنا عشان الجو وحش. ويعني زي ما انتم شايفين كده، فرشنا، بنفرش اهو مع بعضينا الدنيا. حط الفرش ده مع ده، ظبط الصاله، خلصناها. وقلنا بقى نشوف ورانا ايه، وكان مثلا لقمه نعملها نتغدى ولا اي حاجه. انا ما صدقت النهارده يعني، قلنا هنعمل اكل خفيف وكده، فقلت اخد الصلاه معايا بالمره. فهي كانت بتساعدني الصراحه يعني، انا مثلا اعمل اكل وهي كانت تروق وبتاع، يعني نزلت شغلانه كده على قدها يعني. فربنا يعينها يعني عليها، وعشان خاطر بنتها برضو يعني، رزق بنتها، ربنا يصلح لها الحال يعني. وانا بعمل على قد بقى ما بقدر يعني. عملت شويه بقى عشان انا برضو مريض السكر وكده، بعمل على قد ما اقدر يعني. روقت، مسحت، بعمل يوم أوضة مثلا، الصالة يوم مثلا، فرش ده يوم كده يعني. فهي الصراحة الله يبارك لها كانت غسلة لي الفرش بتاع الأنتريه وكده، فأنا يا دوب بس شديت الأنتريه ومسحت، وظبطت الحاجات اللي هي كانت موجودة القديمة بتاعت رمضان. خلصت، فما فيش حد غير أنا اللي بنظف في الشقة، أنا وهي. والتلفزيون برضو كان فيه تراب وكده، فقلت أنا أشيل الفرشة دي عشان الدنيا كلها كانت تراب من اليومين اللي فاتوا دول، وكانت العفرة مبهدلة الدنيا. فقلت بقى انا اظبط تحت الترابيزه وكده. بص، كان حتى كل التلفزيون كله تراب، مليان تراب. فهي الصراحه لما كانت بتبقى موجوده كانت بتساعدني، مثلا انا ارفع معاها التلفزيون اظبط وهي تمسح كده يعني. الله يكون في عون الناس يعني. فقلت بقى اخلص الحاجه وهي ننضف بقى وظبط الدنيا كده. فخلاص يعني كده مسحت التلفزيون، وهفرش تحتيه حاجات اللي هي التانية الجديدة، حاجات كانت موجودة يعني عندي وكده. فقصيتها ستارة كده يعني، حطيتها تحت التلفزيون، قصيتها وقعدت أفرشها يعني. نعم. كنت بمسح بقى كل ده كان كله تراب، كنا لسه منضفينه بعد قبل العيد. كنا شايلين كل دوت ومنضفين بالزعافات والحاجة، بس الجو اليومين اللي فاتوا قلب، بوظ الدنيا. واحنا كمان في الدور الأرضي، فأي تراب أي حاجة بتخش تبوظ الدنيا، أي حاجة. لو حتى بص، لو احنا مسحين لسه النهارده ومنضفين، احط ايدينا كده نلاقي كل الشقه بقت كلها تراب. ليه؟ عشان احنا في الدور الارضي ومعرضين للتراب والشارع.
يعتبر. فكل الترابة دي مبهدلة الدنيا. بنعمل على قد ما بنقدر يعني. فالحمد لله على كل شيء. وهي الصراحة يعني ما كانت برضه بتبقى موجودة، كانت بتمسح وتغسل السجاد، تنظف، تعمل، تشيل السجادة، تشيل ترابة، ما كانتش بتخليني الصراحة مد ايدي في حاجة. بس انا قلت بقى هي طالما يعني اشتغلت وكده، فانا هطلع لها على القناة خسارة، هي بتدخل لها رزق، غلبانة التانية رخرة معاها عيلة برضه شايلة مسؤوليتها وكده. فاحنا برضه يعني بنعينها على قد ما نقدر، وربنا يعينها على قد ما هي، ربنا يكرمها يا رب ويصلح لها الحال هي وكل الولاية يا رب. فهو الحمد لله على كل شيء. فهنا بقى بظبط الكنب، هفرش الفرش، حط البتاع. والله جبنا الانتريه ده ماليه لازمه، والله بيبوظ وحاجته وحشه وكسر اشياء كده مش حلو، مش حلو. بنغطيه بقى باي حاجه كده وخلاص عشان العيال وكده. ف اهو بنروق بقى، مره نغسل مره ننضف. بقى لنا كام يوم غاسلين الفرش ده، ونقول نحطه بعد العيد كسبه، محدش بيقدر يعمل حاجه. فهو الحمد لله لما قمنا بقى قعدنا ننضفه كده، قلنا ننضف ونشيل الترابة اللي في الشقة كلها. ربنا يصلح الحال يا رب. اديكوا شايفين اهو كده بفرشه. الانتريه ده يعني الفرش ده مش بتاع الانتريه ده، كان فرش قديم كده، انتريه قديم عندنا، فلقيناه جه على قده، رحنا غطينا بيه. كانش يعني ملوش فرش، يعني مش عاملين له فرش وكده، فهو كان فرش قديم يعني وكده، فاحنا جبناه يعني وغطينا بيه. كان بتاع انتريه قديم بعناه يعني كده، حطيناه مكانه. فبنغطي بيه وخلاص، قلنا مؤقتا يعني لحد ربنا ما يسهل ان شاء الله نجيب غيره. بنروق يعني، الواحد بيعمل كل يوم حاجة، نظبط الشقة ونظبط مثلا لو في حاجة في المطبخ، حاجة هنا في الصالون. هو الفرش ده جايبينه بقاله فترة، بس يعني حلو عن الوقت عن أي حاجة. كان الأول في فرش كده بيتباع على قد الأنتريهات، ودلوقتي مطلعين حاجات تانية. بس يلا ربنا بقى لما يعيننا بقى نجيب إن شاء الله. وده كده أنا بظبط الكنب، خلاص بقى كده همسح بقى، وهنمسح نشد نظبط الكراسي بس، واخر حاجة بقى نروح مسحين نفرش السجاد. خليكم معنا اهو. كل الكراسي دي بقى كده كده بنوسع الفرش بتاعها واسع، فبنفرش وخلاص بقى، يعني بنحط الفرش على قده. هنا اهو ظبطت الكرسي، قسنا الكرسي وكده اهوت. هنمسح بقى ونحط السجادة. التلاجة ديت احنا حطيناها في الصالة عشان ملهاش مكان، ما بتخشش في المطبخ يعني، عشان هي عريضة، المطبخ ضيق، بنيجي ندخلها ما مش بتخش. فاحنا سيبناها في الصالة بقى، قلنا ملهاش مكان يعني نحطها الا غير في الصالة. بيقولوا لي يعني ما ينفعش، بس نفع وخلاص لحد ما ربنا يسهل ونشوف نوسع المطبخ كده، لو عرفنا نفتح الباب نحطها في المطبخ. بس والترابيزة ديت كانت يعني بنحط عليها حاجة، بنحط كوباية شاي بتاع، بنغطيها، بنحط كوباية شاي، بنحط مية، بنحط حاجة، هم قاعدين بالليل لو حد قاعد في الصالة ولا حاجة. هاي الترابيزة برضه هنفرشها، نحط عليها فرشة كده، والانتريه آخر حاجة الكرسي ده اهو كده، آخر حاجة في الكرسي تفرش وخلاص. لو ما غطيناش الفرش ده، مليكة تمسك بقى الفرش بالقلم الرصاص، تكون ماسكاه بصي تك 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 بالقلمة مبوظ لنا الدنيا. لكن احنا بنغطيه بس عشان ما يبوظلوش الدنيا بس. واو الحمد لله.
هو بظبطه اهو عشان هو مش بتاعته يعني، الفرش مش بتاعه، بتاع كنب اللي هو كان تخين ده، كراسي تخينة دي، مدودها تخينة، فعشان كده حطيتناه وخلاص، هو بيغطي الكراسي وخلاص مؤقتا. بس كده، وهنمسح من عند البلكونة كده عشان كل الشقة كانت كلها تراب من الشباك اهو، كله ده تراب. جبنا الستار تقيلة شوية عن التانية، كانت خفيفة اللي كنا مركبينها في العيد، فمش مدارية الهوا والترابة. فكده احنا ايه بنظبط بقى ايه، نمسح بس مكان العفرة بس. كان احنا كل ده مليكة كانت شايلة الفرش والانتريه وكل ده مطلعاه بره ومسحة تحتيه، نمسح بس كده من فوق عشان التراب. خدها كده تنظيف 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 بحبة بيدادون وحبة كلور وصابون، ونمسحهم نمسح كده على طول على طول. بنبص نلاقي ايه، الشقة بقت السيراميك كمان ما بياخدش وقت يعني، حبة مية بينضفها على طول. فاهو غير حاجة دي، نمسح ونفرش وخلاص ان شاء الله يعني. اهي الترابيزة دي تقيلة راسية عشان الرخامة بس، ما بعرفش اشيلها لوحدي، لازم حد يرفع معايا ويساعدني ان انا ارفعها يعني. حتى الدنيا غرقت، جردك كان مكسوف وخرق الدنيا، بوظ الدنيا مية. اهو بجيب من تحت الكراسي، كانت هي مسحة يعني، شادة الكنب وكده ومسحة قبل العيد يعني، وبرضه كانت مسحة بعد العيد برضه يوم كده يعني، تيطير كده خفيف. بس انا قلت بقى ايه، عشان الجو ترابة وتراب الطينة اهي، قلت بقى اخدها كده مسح خفيف. صراحة كانت نافعاني يعني لما بتبقى قاعدة، بس ربنا يصلح لها الحال يعني، واحد مش عاوزها تقعد تشتغل، تصلح لها الدنيا هي وبنتها. فانا قلت بدل ما توقفها يعني القناة مش هتشتغل عليها، اهي ربنا يكرمها وبوجود ربنا وبيكوا برضو يعني، اللي ترفعوا لها يعني مشاهدات وكده، تتفرج انها تقبض منها، بنصلح لها الحال. السيراميك ده بقاله 30 سنة عاملينه، 30 سنة مبلطينه. 30 سنة يعني عمري تاني، مش لسه عاملينه بقاله فترة. أول ما طلع السيراميك كنا احنا عاملينه، الشقة دي كانت يعني لسه متوضبة وكده. بس احنا عاملينه بقى ألوان بقى، الصالون لون، الأنتريه الأوضة النوم لون، الصالة لون. الراجل اللي جه عمل لنا قال لك اغيره عشان اللون كله ما يبقاش واحد، لكن دلوقتي طالع السيراميك كله لازم يكون لون واحد، يعني مية واحدة. بس فهو لونه يعني بامبا كده وقديم، بس حلو، احسن من ما فيش، احسن من البلاط العادي يعني. قلنا ربنا يسهل يعني، ان شاء الله نبقى نغيره، وهناخد زماننا وزمن غيرنا. حلو، قضية وخلاص، الحمد لله. هو شوية مية الصراحة بينضف على طول يعني، ما بيكملش يعني، بتاع ربع ساعة ولا 10 دقايق تلاقي الشقة بقت نضيفة من العصير وكده. وكده بفرش السجادة آخر حاجة بقى. السجادة دي تقيلة أصلا، كنا جايبينها من معرض القاهرة الدولي من زمان، من ساعة ما كان بيفتح، كنا جايبينها رخيصة. دلوقتي الواحد ما يعرفش يجيبها دلوقتي، أصلا حاجة غالية. كنا جايبينها ساعتها من معرض، هي والسجادة المدورة دي وكده، كنا جايبين شوية سجاجيد وكده لما كان بيفتح، وكانت السجاجيد رخيصة وكده. أي كانت هي لونها رفراني كده خفيف، بس حلوة يعني، نفعنا في الشتاء نحطها. أي بعد ما فرشنا بقى كده، خلصنا اهو.
طبعا شفتوا قبل وبعد، يعني بصوا المنظر كان الاول عامل ازاي، دلوقتي بصوا عامل ازاي. يعني برضو بيبقى في راحة كده نفسية لما بيكون الشقة نضيفة. نشغل القرآن بقى ونسيبه على الصورة اللي هي شغالة دي بتاعت السعودية، قناة السعودية. وهي طفي بقى الأنوار دي كلها، سيب القرآن شغال. اهي بصوا يا حبايبي، بعد ما اتفرشت شفتوا قبل وهتشوفوا بعدها، بصوا المنظر. اهي، ايه رأيكم؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب. بص الأرج كان وحش، وكانت في حاجات كده بتاعت رمضان محطوطة، فشلناها وحطينا دي ترابيزة كده حطينا بنحط عليها حاجات. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير، والله يبارك لكم يا رب. بصوا كده، ايه رأيكم؟ سلام. ايه رأيك؟ حلو، بس انا مش مجريلك.